لا هتقلي ولا هتسلقي. وصفتنا النهارده جديده ومختلفه تماما عن كل الوصفات اللي جربتيها للبطاطس. اكله حرشه لذيذه اقتصاديه، مش محتاجه البصل ولا الطماطم. ريحتها هتجيب معاكي لاخر الشارع، وطعمها طبعا في منتهى الجمال. صلي على النبي في الكومنتات وحطي لايك للفيديو، وتعالوا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. معايا بطاطس صوابع بالحجم اللي انت شايفاه ده، تقدري تعملي كميه البطاطس اللي انت حباها كلها. معانا كمان 3 قرون من الفلفل الحار اختياري، قرنين من الفلفل الرومي اخضر واحمر او المتوفر عندك، وكمان نص حزمه كزبره. معانا مكون سحري خطير هو اساس وصفتنا النهارده، وهو الثوم. عباره عن معلقه صغيره مليانه من الثوم، نص معلقه صغيره من هريسه الشطه ودي برضو اختياري، نص معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وطبعا هنحتاج لحوالي ربع كوبايه زيت. في صينيه فاضيه هنبتدي ننزل بالبهارات بتاعتنا وهرسه الشطه والثوم، وعليهم ربع كوبايه من الزيت، وهنقلب الخليط ده كله مع بعض كويس جدا. كل ده على البارد، يعني الثوم مش هيتحمر ولا حاجه. تمام. بعد ما قلبناهم كده هننزل عليهم بالخضار زي ما اتفقنا. الخضار بتاعنا كان يدوب فلفل رومي وكزبره وشرايح البطاطس بتاعتنا. لو حابه تضيفي بقدونس مفيش مشكله. الاكله دي يا جماعه انتوا مش متخيلين، والله العظيم بجد لذيذه بشكل وخفيفه، يعني ما فيهاش مكونات كتير، خفيفه كده على المعده. احنا زمان كنا دايما نعملها ورا الخبيز، وانا لحد دلوقتي معتمداها. كل ما احب اكل اكله حرشه لازم الاكله دي تكون من ضمن الاكل اللي هاكله، وتكون اول حاجه على سفرتي. معانا الفلفل الحار زي ما اتفقنا، انا بغرض التزيين حطيته. لو انتوا حابين تضيفوا مفيش مشكله، حابين تستغنى عنه برضو مفيش مشكله. وقطعت شريحه واحده من الطماطم كده للتزيين. لو حابه تضيفي اكتر من شريحه طماطم، يعني قطعي شرايح طماطم كده وتضيفي، هيبقى لذيذه برضو جدا، بس طبعا ده اختياري. بعدين بنضيف نص كوبايه من الميه، وبنبتدي نغطي الصينيه بتاعتنا ونرفعها على نار عاليه. بس قبل ما نرفعها على النار او قبل ما نغطي عليها لازم ندوق الحدق بتاعها. لو حسينا ان هي محتاجه لشويه ملح هنديها رشه كده خفيفه جدا من الملح، ونغطي عليها. اول ما تبدا تغلي معانا نهدي النار تحتها خالص لحد لما تستوي تماما. بعدين ممكن ندخلها تحت الشوايه كده تاخد لون. ولو مش حابين تقدروا تاكلوها كده، خفيفه جدا على المعده وسهله واقتصاديه زي ما شفتم. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم حطوا لايكات كتير للفيديو علشان يترفع والناس كلها تقدر تشوف الوصفه المميزه دي. وطبعا ما تنسوش تكتبوا كومنتات جميله زيكم، لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. شيروا الفيديو لو حابين، واشتركوا في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.